الممول الرئيسي لاكتشاف مقبرة توت عنخ آمون مات بعد وقت قليل جدا من فتح المقبرة، والوقت اللي مات فيه قطعت الكهرباء في القاهرة كلها، وأكتر من 10 من اللي شغالين في المقبرة ماتوا يا إما بأمراض غريبة أو في ظروف غمض. والاعتقاد بيقول إن أي شخص بيزعج موميا مصرية قديمة خصوصا لو كانت لملك إنه بتصيبه لعنة ما بتفرقش ما بين لصوص أو مكتشفين آثار. الأسطورة بدأت بافتتاح مقبرة توت عنخ آمون لما لقوا مكتوب على جدرانها: سيضرب الموت بجناحيه السمين كل من يعكر صفو الملك، خصوصا إن كهنة الفراعنة كانوا شاطرين في السحر وكانوا بيكتبوا التعاويذ دي على جدران المقابر كوسيلة دفاعية لحماية ثروات الملوك من اللصوص وضمان الراحة الأبدية للملك. إلا إن اللعنة ممكن تكون ليها أسباب علمية زي المواد الكيميائية المشعة اللي مستخدمة في التحنيط أو البكتيريا السامة اللي ممكن تكون اتكونت من آلاف السنين في المقبرة.